السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم رجعت لكم بهذا الطبق، يعني طبق خفيف ظريف يناسب هذا الوقت تاع السخانة. حاجة خفيفة. هنا تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. يعني هذا الطبق راح يجي كما راكم تشوفوا بالزاليقو ولا اللوبيا الخضراء. هنا لهذا الطبق نحتاج تقريبا ربع صدر تاع الدجاج، ولا تقدروا ديروا يعني واش عندكم. هنا نحتاج هذا التوابل اللي هما شويه كزبره، شويه زنجبيل، شويه توابل دجاج، فلفل احمر حار او حلو، والملح، بطاطا، حبه كبيره تاع البصل. هنا عندي الزالق وكنت غليته شويه في الماء، ومن بعد شللته بالماء البارد، يعني موش طايب 100%. وعندي حبه تاع طماطم كبيره وسنه تاع الثوم. هنا نجيب لاكوكو تاعي، نقلي فيها هذاك المكعبات تاع صدر الدجاج، نقليهم في الزيت كما شفتوا معايا. بعدها نزيد هذيك الحبه تاع البصل. هنا درت حبه يعني كبيره شويه، يعني راح تعطيه حلاوه وبنه مختلفه. هنا نقليها حتى تذبل وتتكرمل معايا بهذه الطريقه. بعدها نضيف حبه كبيره تاع البطاطا وهذيك اللوبيا الخضراء، نزيد نقليهم كامل ونخليهم حتى يتشربوا لي هذيك البنه. بعدها نضيف هذيك الطماطم اللي كنت ربيتها مع سنة تاع ثوم، يعني تكون كبيرة. بعدها نزيد هذه التوابل، نضيفها مباشرة على الخضروات تاعي ونخلط مليح. يعني هذا الطبق السر تاعو في التقلية، يعني كل ما قليتو كل حاجة وحدها وعطيتوها وقتها راح يجي بنين. هنا بعد ما تقلى كامل وتشربوا الخضروات كامل هذيك النكهة، نجي نضيف قيس فنجان صغير تاع الماء. هذا مكان نخلط بهذه الطريقة ونقفل عليه لا كوكوط حوالي 10 دقائق ويكون واجد معايا. بهذه الطريقة راح تجي هذيك لاصوص خاطرة، يعني هذيك البصلة راح تزيد تطلق الماء تاعها، راح يجي طبق هايل بنين يعني وخفيف، يعني حاجة خفيفة لهذا الوقت تاع السخانة. أنا هذا هو الطبق تاعي، هذا هو الشكل تاعو النهائي. نتمنى أنه يكون عجبكم وتجربوه وتستمتعوا به.